والواجب أن تكون رجلا في بيتك، رجلا بمعنى الكلمة، ما تكون رجلا كأنك خشبة عند أهلك. كن رجلا. إذا رأيت أهلك مقصرين في واجب لله عز وجل مرهم، وإذا كان الشرع يجيز لك أن تضرب اضرب. إذا رأيتهم يخالفون الشرع في شيء من الأمور الأخرى ألزمهم بالشرع، لأنك مسؤول. أعطاك النبي صلى الله عليه وسلم إمارة على أهله. الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. ما نصبك فلان وفلان، ما نصبك أمير البلد ولا وزير الداخلية ولا الملك ولا غيره، نصبك محمد رسول الله. أنت أمير في بيتك. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. ولم يقل راع وسكت، لو كان كذلك لهان الأمر. وقال مسؤول عن رعيته. فانظر ماذا يكون جوابك إذا وقفت يوم القيامة بين يدي الله. فعلينا أن ننتبه لهذه الأمور قبل أن يقترفنا السيل الجراء الذي لا يبقي ولا يذر والعياذ بالله، ثم تنقلب عاداتنا وأحوالنا كأحوال النصارى.